لما قتل بني إسرائيل سيدنا يحيى ابن زكريا عليهم السلام، استخبى منهم سيدنا زكريا عليه السلام في جوف شجرة، فتتبعوا أثره، ولما لقوه قطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار، فاتقتل سيدنا زكريا عليه السلام ومات شهيد. مرت الأيام وسلط الله على بني إسرائيل واحد اسمه بخت نصر، هو واحد من ملوك بابل من دمشق. الراجل ده ما كانش مسلم لكنه استبحهم، فقتل منهم 70,000. قيل حتى سكن دم سيدنا يحيى عليه السلام من الغليان على الأرض، وخد اللي اتبقى منهم عبيد عنده وشردهم في نواحي الأرض. ما شافش سيدنا زكريا ولا يحيى عليهم السلام انتقام ربنا ليهم، ولكنه حصل وأشهد الله عليه جميع من في الأرض. ده كان انتقام الله سبحانه وتعالى لرجلين من عباده. صحيح إنهم أنبياء ومكانتهم أسمى، لكن حتى الآلاف في غزة واللي بيشهدوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم مش قليلين عند ربنا. جاء في الأثر إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال: يا رب أرني حكمتك وعدلك، فأمر ربه إنه يقف على نهر يأتيه الناس، فجه فارس يشرب من النهر وفي إيده سرة فيها دنانير، فنسيها مكانه ومشي. بعد كده جه غلام صغير يشرب من النهر فلقى السرة فخدها ومشي. بعد كده جه راجل عجوز عشان يشرب من النهر، وقتها افتكر الفارس انه نسي سرة الدنانير على النهر، فرجع بسرعة عشان ياخدها، فلقى الراجل العجوز بيشرب من النهر فسأله عنها، فالراجل العجوز قال له: انا ما اخدتش حاجة ولا شفت حاجة. فقتل الفارس الراجل العجوز ومشي. فقال موسى: يا رب ما هذا؟ فقال يا موسى: إن هذا العجوز كان قد قتل أب هذا الغلام الصغير، فأعطيته الدنانير عوضا عن فقد أبيه، وجعلت ثأر أبيه على يد هذا الفارس. الله لا ينسى دما مهدرا أبدا. قربت النهاية والنصر بإذن الله. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.